السلام عليكم. النهارده زارنا الاستاذ هشام. طبعا هو عامل عمليه من فتره، هو يحكي لنا كده يعني تجربه كده، عمل عمليه امتى وكان وزنه قد ايه وبقى قد ايه. كلنا كده هشام بينا، واحنا مبسوط ان انا شفتك النهارده جدا يعني. ربنا يخليك بجد والله، ربنا ربنا يبارك. يعني. الحمد لله يعني. وانا قبل ما اعمل العمليه انا كنت قلقان، بس الحمد لله مع دكتور محمد الحمد لله يعني الدنيا ظبطت. انا كنت حوالي 140 كيلو، العمليه عاملها من 7 شهور، دلوقتي حوالي 95 او 94 كيلو، يعني خسيت حوالي 45 كيلو الحمد لله. فرقت معاك ازاي يا هشام؟ يعني احكي لنا كده. عامة في يعني فرقت معايا كليا في خفية الجسم، أولا في الحركة، في المشي، في شغلي، بقيت أعرف أشتغل أحسن من الأول. كنت الأول في خمول ودلوقتي بقيت أحسن. كنت حاسس ان انت في جسم مش جسمك؟ طبعا. صح، شايل معاك واحد طبعا. زياده. لا كان تقل كده. فرق كتير صح؟ طبعا الحمد لله. يعني وانا اكتر حاجه عجباني النهارده، وانا قلت لك الكلام ده حتى قبل ما نصور، ان انا ما كنتش متوقع ان انت بالك كتير ما جيتش ما شفناكش. لما بيحصل ان احنا بنغيب فتره وبنرجع نتقابل بيبان فرق جدا، بس ما شاء الله يعني. تجربتك، طب احكي لنا عن الالم بعد العمليه، الدنيا مشيت ازاي؟ لا والله هو اول فتره وده طبيعي، ان هي عشان جروح وكده، بس بعد كده ما فيش اي حاجه. يعني انت بعد شهر عرفت ولا اكن اعمل عمليه، اكن اعمل رجيم عادي، كان اعمل رجيم عادي. مش هو بس الاكل، انت كده كده اساسا لو حتى مش عامل عمليه تكميم بتيجي وقت عندك بتشبع، ما هي نفس العمليه بس بتاكل كميه اقل وبتلاقي نفسك شبعت خلاص. وممكن تاكل مثلا ممكن الغدا مثلا اخده على مرتين على 3 برضه حلو. اللي انا محتاجه باكله، مش مفيش حرمان يعني. لا الحمد لله. اللي انا بحتاجه فعلا باكله، بروتين والحاجات ديت. هي في بعض الناس البروتين ممكن ياثر معاهم شويه، بس مع الوقت الدنيا هتبقى يعني انت مش ندمان ان انت تتخرج عمليه؟ لا والله الحمد لله. كان قرار الحمد لله. وبعدين حضرتك انا كنت داخل بقى، كان عندي وانا بعمل الاشعه بتاعت العمليه، لقيت دهون على الكبد، لقيت نفسي داخل في حاجات وهلاقي نفسي سكر، وبعد كده فانا قلت ايه، اكتف نفسي واحترم نفسي من البدايه. الحمد لله يعني. الحمد لله يعني الحمد لله الدنيا مش كويس. انا مبسوط جدا انا شفت هشام النهارده جدا جدا. هو صديقي قبل اي حاجه، وبقاله فتره ما بيجيش، الحمد لله جالنا. الحمد لله. فرق واضح جدا، وده اللي بنقول يا جماعه ما تاجلوش قرار العمليه، ان دي تجارب حقيقيه. والله احنا الدنيا مش متجهزه، واحنا اتقابلنا النهارده كده الحمد لله صدفه والله. يعني بس الحمد لله، ده اللي بنقوله بيدل على المصداقيه بتاعتنا. فبس عايز تقول حاجه اخيره يا هشام؟ والله انا فضل عن ربنا كبير، ان يعني ان اوان ان انا خدت الخطوه ديت، وبعد كده شكر كبير لدكتور محمد يعني ان هو ظبط الدنيا معانا. الله يبارك فيك. ربنا يخليك.